يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز. اليوم النهاردة بقى مليان اكلات كتير جدا وحلوة وهتعجبكم قوي. فتعالوا بقى نبدأ مع بعض اليوم النهاردة واقول لكم يومي مشى ازاي. اول حاجة كده، اول ما صحيت فتحت الشبابيك وبدأت ابخر البيت كله. الفلوج ده كان المفروض ينزل الجمعة اللي فاتت، بس حصل كده كام حاجة فمعرفتش انزله. بدأت بقى بتحضير الفطار، وقلت عبال ما البيض يتسلق كان عندي كام حاجة كده في الحوض عايزين يتغسلوا، فقلت اغسلهم بالمرة كده لحد ما البيض يتسلق وبعد كده ابدأ اعمل الفطار. بعد ما البيض اتسلق بقى حطيت عليه شوية جبنة كريمي ومايونيز وكاتشب وهرستهم كده وعملتهم في سندوتشات، بجد كان طعمهم حلو قوي. وعملت جنبهم شاي. كنت طالبه بقى اوردر من نون فهوريه لكم كمان في اخر الفيديو. بعد كده كان عندي شويه غسيل عايزين يتطبقوا فطبقتهم ورجعتهم مكانهم تاني للدولاب. وطبعا معركه الغسيل اللي ما بتخلص، كان عندي غسيل كمان عايز يتغسل فشغلت عليه الغساله لحد ما ابدا في تحضيرات الغدا. بعد كده بقى بدات في تحضير الغدا. قشرت الجمبري وحطيت عليه شويه توابل هكتبها لكم كلها في الستوري. بعد كده حطيته بقى في الدقيق علشان هعمله بانيه. بيطلع طعمه حلو قوي وبيبقى تحفه. هكتب لكم كل التفاصيل في الستوري بتاعه الانستجرام. السمك بقى كنت متبلاه من قبلها بيوم، وبدات اعمل الرز بالبصله. وانا بالنسبه لي الرز بالبصله لازم البصله تكون محروقه جدا علشان تديني لون الرز اللي هو بيبقى ذهبي ده. بعد كده بقى حطيت شويه خضار كده على الجمبري وشويه توابل، والكابوريا كمان حطيت عليها برضو شويه توابل وشويه خضار. وهنا بقى كان الاكل بدأ يستوي، وعايزه اقول لكم بقى الريحه كانت خطيره بجد، تسلم ايدي، كانت الريحه تحفه تحفه تحفه. عملت كمان شوربه سي فود، وده بقى شكل الرز، وشايفين بقى بيبقى شكله حلو ازاي، هو ده اللون اللي انا بحبه قوي للرز. بدأت بقى اقلي الجمبري كده بانيه. وجبت بقى من نون الشفرات دي من افوفا، سمعت عنها كتير ان هي حلوه فقلت اجربها. وعشان عجبني السيرب اللي فات فجربت بقى السيرب ده بالقهوه، حلوه قوي وبجد طعمه خطير. وبصوا بقى شكل السفرة بعد ما جهزتها، ما شاء الله ما شاء الله، كانت تحفة وتفتح النفس وبجد كانت خطيرة. عملت سلطة خضراء وعملت سلطة طحينة وسلطة بطاطس، وبجد الأكل كان تحفة. بعد طبعا معركة السمك دي كان لازم انضف البوتاجاز تنظيفة عميقة كده من القلب علشان ما يبقاش ماسك فيه أي ريحة زفارة. فنضفته كده بقى بالمنظف اللي أنا عاملاه. وبعد كده بقى قلت أعمل عصير مانجا عشان بجد الجو حر قوي الأيام دي. وسبته يسقع بقى، وحضرنا بقى كوبايتين شاي حلوين كده بالنعناع بتاع الشجرة بتاعتي، عشان لازم بعد الأكلة دي لازم نشرب شاي. وبالليل بقى كنت عايزة أعمل كرواسون، فعملت كده كرواسون بالجبنة، وبجد كان طعمه تحفة. عملته بطريقة سهلة جدا وبسيطة، هكتب لكم كل المقادير وكل حاجة في الستوري في الانستجرام. وبعد ما طلع بقى بصوا شكله كان خطير، وبجد طعمه كان حلو قوي قوي. بعد كده بقى كنت عايزة اشرب ايس كوفي بصراحة، وكنت خلاص بقى فرهدت فعملت ايس كوفي بالسيرب الجديد وكان طعمه خطير. بعد كده بقى بخرت البيت علشان ريحة السمك، وبس كده يومي خلص. واستنوني في فلوج جديد.